ممكن تجنبها بشكل او باخر. عبث. لكن اللي انا اقدر بحاول ابقى اختار كلامي يعني عشان بس انا دخلت في الناحيه الاداريه فملم بالامور القانونيه والاداريه. انت كنت في اتحاد الكوره طبعا. في اللجنه طبعا اللي بتدير الاتحاد طبعا. طيب احنا عندنا اتحاد الكوره في دلوقتي المفروض النادي الاهلي رافع في القضاء الاداري على الاتحاد المصري لكره القدم. لا على اللجنه غلط مبدئيا قانونا غلط. انت حضرتك بتشتكي لجنه دي تابعه للاتحاد المصري لكره القدم حتى لو لجنه مستقله قضائيه فيفا تكاس تروح كاس فده غلط. تقصد ممنوع اللجوء الى القضاء العادي يعني. ممنوع تماما. يعني هل الزمالك قراره غلط؟ صح. انا بقول لحضرتك انا لو صح ليه صح؟ ان برضو القرار اللي طلع هو قرار من لجنه الانضباط بوقف لاعب. فطبعا انا عاوز اتمسك بالقرار كنادي الزمالك، يعني هم عاوزين يتمسكوا بالقرار. فحصل بعد كده لجنه التظلمات، حصل تظلم. اول حاجه القرار ده ما بيتوقفش، مفيش حاجه اسمها وقف القرار لحين الفصل، مفيش الكلام ده خالص. هو انا القرار بيستمر لحين الفصل بالحكم. وده حصل على فكره في ماتش السوبر لما احنا كنا موجودين، حصل مشاكل، كان امام عاشور تقريبا وكهربا ومش فاكر مين، كان في لعيبه كتير وشيكابالا، وكان في لعيبه كتير اتوقفوا. وعلى فكره لما اتعمل لجنه تظلمات فضلوا موقوفين لغايه ما لجنه التظلمات قللت العقوبه وده حقها. فضلوا موقوفين لكن مفيش حد لعب، فبالتالي لا، المفروض العقوبه كانت تستمر لغايه ما ممكن النهارده كان يطلع المستشار عادل او امبارح او ايا كان يلغي العقوبه. محدش يقدر يقول حاجه. يخفف العقوبه، محدش يقدر يتكلم. ده قانوني وهو اللي بياخد القرار. هو بيشوف الملابسات طبعا هو واللجنه. لكن عشان كده انا بقول لحضرتك ده مشهد. سؤال مزدوج، يعني هل يمكن لأزمة لاعب ان هي تودينا لكل هذه المشاكل؟ ثم هل كان من الممكن ان يشارك نادي الزمالك بصياغة انت تشوفها مناسبة؟ اول حاجة هو مش موقف لاعب، هو موقف نادي. يعني هو مش ملوش علاقة بخصوص كهرباء او شناوي او باعتبار صاحب الواقع يعني اللي اثارت المشكلة. انا هقول لحضرتك على حاجة، هو واقعة حصل ايا كان مين المخطئ. ينفع القرار يطلع بعد 4 شهور في مباراة يعني بنتكلم سوبر؟ مستحيل. هي القرار طلع بعد 4 شهور. لكن الواقع الماتش كان في يناير طبعا. فانا جاي دلوقتي حاجه بطلع، فطبعا ده غير منطقي. هل النادي الاهلي له حق مليون في المية تماما. جاي لي قبل ماتش قبل بطوله بتطلع القرار يبقى في خطا من الاتحاد المصري لكره القدم، فمن يمثل الاتحاد، يعني احنا بنتكلم ان لجنه